بما أنكم وليتوا تهتموا بزاف بأسعار الأورو في السوق السوداء أو السكوار، وليتوا تقصوني بزاف يعني 1,000,000 أورو شحال تساوي بالدينار الجزائري ومبالغ معينة شحال تساوي بالدينار الجزائري. انا راني دي فوا نحط لكم فيديوهات قصيره نقول لكم المبلغ الفلاني، مثلا 20 أورو شحال تساوي بدراهمنا يعني في الجزائر، وتحديدا في السوق السوداء في السكوار، لانه كما على بالكم احنا ما نقدروش نروحوا نشرو من لا بنك. في لا بنك السعر تاعو 151 دينار، يعني 1 أورو تساوي 151 دينار، يعني 1 أورو تساوي ابيبخي 15,000 15,000. 2 أورو 30,000. ولكن للأسف بما أن احنا ما عندناش البيع عن طريق البنوك نروحوا نشرو في السكوار، إلا إذا كنا رايحين نسافروا عندنا ديك منحة السفر، هذيك اللي باينة 750 أورو تجيكم واحد 11 مليون هكا كي تدوها من لابنك. تاني تدوها كي تكونوا بعد صايف في المطار، تخلصوها من المطار وانتم رايحين مسافرين للدولة المعينة لكم رايحين لها، وعندكم الحق فيها خطرة واحدة في العام. الوغ انا حبيت نقول لكم في هذا الفيديو باللي منه وجاي نولي نحاول اسبوعيا 2 خطرات في الاسبوع ولا 3 ندير لكم فيديو على الاسعار ابيبري تاع الاورو، خاطر هو الاورو تقريبا دائما كي يوصل سعر معين يبقى في هذاك السعر حوالي اسبوع اسبوعين حتى لشهر، وهو للاسف راه في ارتفاع مستمر، ودي فوا يرتفع ارتفاعات مخيفه. يعني ايماجيني انا العام اللي فات شريت الاورو ب 24,000 ب24,000 يعني من برا، السنة راه 26,500 وبالخف طلع ل 26,000، يعني ديراكت من 24,000 شوية برك قعد في 25,500 ولا أكتر وصوتا ديراكت ل 26,000. هذا ارتفاع كبير. والأورو الميزة تاعو المليحة أنكم كي تشروه يكاردي لكم القيمة تاع المدخرات تاعكم. دوك نتا إلا عندك 100 مليون كي تروح تشريها أورو، العام الجاي ما تقعدلكش 100 مليون، تزيد لك تولي لك تقريبا 102 ملايين ولا 103 ملايين ولا ليسونسيال. راه كاين اللي يخلي 100 مليون محطوطه ما يدير بها والو، وليو تخليها محطوطه روح شريها اورو وحطها في لابنك، خليها تولي لك 1,3 ملايين ولا، باسكو قيمه الاورو تزيد وقيمه الدينار تنخفض. هذا هو الكونسيبت تاع الاورو كي تشريه وانت في البلاد، يعني ماكش مسافر ولا ماكش تشري من سينو. الا كنت تشحن البطاقات وتشري من المواقع هذيك تاني حاجه مليحه، باسكو كي تشري من برا بون الكاليتي احسن والبخي اقل. المشكل تاعو فقط في الشحن انه يجيك في فتره، يعني ياخذ لك وقت ما يوصلكش تمتم. فترة الشحن تمتد من 20 يوم إلى شهر، وهذه مدة طويلة صراحة كي تكون متشوق للمنتج ولا محتاج ولا. سينو في الأيام العادية كي تبغي تجرب حاجة ولا معليش شريها على 20 يوم ولا 30 يوم ولا. كاين اللي يسحق دواء، كاين اللي يسحق فيتامين، كاين اللي يسحق صوالح ضروريين يعني ما تلقاهمش في البلاد، مي كي تشريهم عبر المواقع تكون عندك كارت، يكون عندك الأورو تشحن اكسيتيرا. أي سلام.